في الوقت اللي كان السيد بدير شغال فيه في مصلحة حكومية، كانت أكتر حاجة بتعكن عليه حياته هي الديون، لأن مرتبه كان 12 جنيه بيدفع منها 7 جنيه لعيلته ويعيش بالباقي باقي الشهر أكل وشرب ولبس ومواصلات وسجاير وخلافه. في نفس الوقت ده كان السيد بدير عضو في فرقة أنصار التمثيل اللي بيرأسها سليمان نجيب، واللي كان وقتها موظف كبير. وفي يوم وهو داخل عليه مكتبه اكتشف سليمان نجيب إن السيد بدير سرحان ومهموم، فسأله: شايل طاجن ستك ليه يا سيد؟ فقال له: مفيش يا أستاذ. فقال له: لا في، شكلك مهموم على الآخر. فالسيد بدير رد وقال: والله مديون، والديون دي عاملة زي البراغيث اللي بتاكل في جسم البني آدم. وهنا سليمان نجيب سأله: مديون بكام يعني؟ فرد السيد وقال: لا عادي، مش مهم، أنا مش جاي أشتكي. فقال له: يا أخي قول، يمكن تلاقي لمشكلتك حل. فقال له: مديون ب11 جنيه. وهنا ضحك سليمان نجيب وقال له: لا طبعا، مبلغ كبير جدا، وقادر تعيش إزاي وأنت مديون بالمبلغ ده؟ وبعد شوية سكت وقال له: تعرف بقى أنا مديون بكام؟ فالسيد بدير قال له: حضرتك مديون؟ فرد سليمان وقال له: مديون صحيح، أنا مرتبي قد مرتبك 8 مرات، بس مديون ب3000 جنيه. وهنا اتنفض السيد بدير وقال له: مديون بكل ده وقادر تضحك؟ فرد سليمان نجيب وقال له: يا سيد، مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إن الواحد يزعل عليها. أنا عايش وبصحتي، يبقى لازم أتحمل كل شيء وأوطي للعواصف لحد ما تمر بسلام، مش أهرب منها. أيوة أنا بضحك، ليه هشيل الهم وأتقدر؟ هل أنغص علي حياتي لأني مديون وزيد الطين بلة؟ قوم يا سيد، ولا تحمل للدنيا هم، وخلي كل تفكيرك إزاي تشق بنفسك طريق أفضل وإنت بتضحك. يا سيد، اضحك للدنيا تضحك لك.